اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ مساء الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوين يا احلى متابعين. بصوا الجمال عدى الكلام يا حبايب القلب. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين كنتاكي ده ولا مش كنتاكي يا حبايب القلب؟ عملت كنتاكي في البيت النهاردة بطريقة حلوة قوي، بطعم حلو قوي ومميز جدا، شبه بتاعت بره واحلى. بجد احلى بكتير وانضف، وبجودة حلوة قوي وبطريقة سهلة، وانتي اللي عاملاها. طبعا كنتاكي دلوقتي مقاطعة، ما بقناش طبعا بنجيبوه. بجد عملتها النهاردة بجد بطريقة حلوة قوي، تستاهل منك التجربة يا حبيبة القلب. بس طبعا الفرخة لازم تكون صغيرة، كيلو او كيلو وربع او كيلو ونص، ما ينفعش اكتر من كده علشان تستوي معاكي كويس غسلتها جدا. بقى كويس جدا وعملت فيها فتحات في الوراك وفي الصدور. ودلوقتي بقى هنحضر محلول النقع اللي احنا هننقع فيها الكنتاكي. هنا بقى جبت بولة، قطعت ليمونة شرايح، ورق لوري، عودين من القرفة، توابل بتاعتي، معلقة من توابل الفراخ، معلقة من الثوم البودر، بصل بودر، بابريكا، معلقة من الملح، ربع معلقة سكر وربع معلقة فلفل. وهضيف بقى الفراخ كده زي ما شفتم في المحلول اللي احنا هنسيبه من ساعتين او 4 ساعات، او وانتي مش مستعجلة عليها حطيها قبلها في يوم في التلاجة. مش هيحصل لها اي حاجة طول ما بتقعد في التتبيلة، طول ما بتبقى احلى. هنا بقى جبت البولة الغلاب. بقى هضيف دلوقتي في البولة كوبايتين من هضيف بقى الدقيق، نص دلوقتي على كوباية الدقيق نشا. توابل. باكو بيكنج باودر بيفرق قوي في طعم كنتاكي. التوابل معلقة مرقة بودر، توم بودر، بصل بودر، بابريكا، ربع معلقة ملح علشان المرقة فيها ملح، معلقة كركم عشان هتفرق في لون الفراخ بعد التسوية. هقلب بقى الغلاف ده كله مع بعضه. هجيب بقى دلوقتي الفراخ بعد ما حطيتها في التتبيلة 4 ساعات. هاخد الفراخ هنزل عليها بقى بالدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنا بقى جبت بولة فيها كوباية مية ساقعة، لازم ان المية تكون ساقعة. هحط بقى ايه، متاخدوش بالكم من معلقة الدقيق اللي وقعت في المية دي يا حبايب القلب. وهنا بقى هاخد من الدقيق هنزل في المية، وبعد كده بعد المية هنزل في الدقيق، وهكذا من الدقيق للمية، وهرجع تاني من المية للدقيق لحد ما هيطلع معانا غلاف كريسبي كده شبه بتاع كنتاكي واحلى. وهنزل ده بقى دلوقتي. هكون طبعا حاطه في الطاسه زيت كويس جدا، زيت ياما طبعا عشان كنتاكي بتاخد زيت كتير. وهخليها الزيت يسخن كويس هعمل جدا. بقى عملت بقى الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة، وجبت طاسة فيها زيت، واول ما الزيت بدأ اللي هو يسخن معايا نزلت بالفراخ كنتاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طلعت معايا بقى بالجمال والحلاوة والطعام. وما تنسيش اللايك يا حبايب القلب.